السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة بقى جايبه لكم وصفة حلوة جدا جدا، بجد هتدعولي عليها. النهاردة هنعمل مع بعض ملح الليمون بطريقة سهلة وبسيطة جدا. لكم ان تتخيلوا انا عاملاه ازاي. ملح الليمون اللي احنا بنجيبه غالي جدا، يعني انا رحت اجيبه من عند العطار لقيته غالي قوي. يعني بقول له عايزه ب10 جنيه، لقيته مديني حبه قد اللي على المعلقه كده اللي انا بوريهم لكم دول. فملح الليمون ده اصلا وصفة بتتعمل من مفيش، وصفة سهلة وبسيطة. هوريكم نعملها بمكونات متوفرة عندنا في البيت. بس قبل ما نبدأ الفيديو طبعا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو مش مشتركة معايا في القناة تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دلوقتي انا هجيب ملح عادي جدا. هتقولي لي طبعا مكوناتها قد ايه وحطيتي قد ايه؟ لا يا جماعة، دي ملهاش مكونات. احنا ايه تنينا نعملها كده لغاية ما نظبط الدنيا مع بعض. انا كده حطيت نص كيس ملح، ودوت عصير ليمونتين. بصوا شكله عامل ازاي. والتنيكي بقى ايه، تقلبي تقلبي كده لغايه ما تحسي ان الملح والليمون شربوا من بعض كويس جدا. وصفه سهله وبسيطه، مفيش اسهل من كده. هتقولي لي طب انت حطيتي ملح قد ايه، حطيتي ليمون قد ايه؟ لا يا جماعه، انا بحط الملح وبحط الليمون، يعني دوت نص كيس ملح وعصير ليمونتين. وتنيني اقلب اقلب لغايه ما اشوف هي تحتاج معايا قد ايه تاني. يعني كل ما بحتاج، هي بتشرب ملح كتير، كل ما بتحتاج ملح كل ما انا بزودها. واخدين بالكم معايا؟ وتبداي تقلبيها كده كويس اهوت لغايه ما تحسي ان هي اتشربت كلها في قلب بعضها. الليمون والملح اتشربوا. احنا طبعا ما بنستغناش عن ملح الليمون. في التنظيف، في اي وصفه من الوصفات بتاعتنا بنحتاج ملح الليمون. بيزيل البقع. بتحطيه مع اي حاجه انت بتحتاجيها، ممكن تنضفي بيه كمان الكرشه والممبار، بتنضفوا ملح الليمون، ما بيخليش فيهم حاجه خالص. اي بقعة عندك في اي حاجة بتحطي على ملح الليمون بتنضفه. فانا بالنسبة لي انا بحتاجه كتير في البيت، فانا ليه اشتريه من غالي وهو اصلا بيتجاب ما فيش. وصفة سهلة وبسيطة، مش تحتاج اي حاجة، هما شوية ملح وعصير ليمونتين، وهنعمل احسن وصفة في الدنيا. حلو الكلام، كلام جميل. سهلة وبسيطة، سهلة وبسيطة. متنسوش بقى اللايكات يا جماعة، ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي بعد ما قلبتهم كلهم كده، بصوا بقوا عاملين ازاي. عارفين انتوا الرملة المندية؟ انا كده عايزاه يبقى زي الرملة المندية. ما يبقاش فيه ليمون كتير، يعني ما يبقاش، ما تحسيش انك انت لما تمسكي الملح ايدك تبقى مبلولة، لا. زي التندية كده، مش عايزة الليمون يبقى ظاهر فيه. هبدأ ان انا اقلبه كده في قلب بعضه كويس قوي. بعد كده هفرده على الصينية بتاعتي ديت بايدي كده. بقى تفضلي انك انت ايه تفرديه وتبططيه كده. يعني بص انا عماله ادخل كل الليمون في قلب بعضه والملح واقلبه. بعد كده هفرده على الصينيه بتاعتي دي، ونشوف الخطوه اللي جايه بعد كده هنعمل فيها ايه. بجد يا جماعه، انا اتبهرت بالنتيجه واستخدمته. يعني الحاجات اللي انا بستخدم فيها ملح الليمون قبل ما اعمل لكم الوصفه واطلع لكم بيها، انا استخدمته في التنظيف، طلع معايا خرافه. يعني هو ملح الليمون بتاع بره بالظبط، ما فرقتوش عن بتاع بره خالص. هبدأ كده بعد كده افرده في الصينيه بتاعتي دي كده كويس. بصوا بفرده ازاي. تفرزيه خالص خالص خالص، ما تخليش فيه اي تكتلات في اي حته، تفرزيه كويس. وبعد كده بقى تخشي على البلكونه عندك، تحطيه بقى في شويه شمس. ما عندكيش بلكونه تفتحي شباك، هو عايز شمس وهوا يا جماعه. تمام. واسيبه لغايه ما ينشف تماما، وابدا يعني الاول حاجه احطه في الشمس. وبعد كده وانا حاطاه في الشمس اغطيه، عشان مش عايزه دبان ولا اي حاجه تيجي عليه. تمام، لان انا زي ما قلت لكم ممكن استخدمه في تنظيف كرشه، في تنظيف ممبار، فما يبقاش معايا ان هو عليه دبان او عليه حاجه. فانا هبدا ان انا اغطيه واسيبه لما ينشف خالص. اغطيه بحته شاشه خفيفه او بمصفى، ماشي، مش اغطيه اكتمه يبقى مهوي برده، داخله له الشمس. واسيبه لغايه ما ينشف خالص خالص معايا لتاني يوم. بصي هتمسكيه تلاقيه محجر، يعني هو ينشف معاكي لدرجة ان هو يبقى محجر. لما يحجر ما تقلقيش، هوريكي لما يحجر معاكي. يعني انت هتجيبيه تلاقيه حجر كده، حتة حجرة كده في قلب بعضها. هوريكوا هنعمل فيه ايه. بصوا كده بقى بعد ما نشف معايا، بصوا بقى عامل ازاي، ماسك ازاي. انا بوريهولكوا. مجرد ما هتمسكيه بايدك كده وتقعدي تشتغلي بيه، بصي اهي، بصي بوريلكوا عامله ازاي، زي الصخور ازاي. هتبدا او زي الصدف. هتبدا بقى انك انت تمسكيه كده يتكسر معاكي. تبداي انك انت تفرميه، تفرديه بايدك حلو كده، بصي تفرميه كده بين ايديكي. وبعد كده خلاص هو كده جاهز معايا ملح الليمون اللي احنا بنجيبه بمبلغ وقدره. وصفة سهلة وبسيطة، مكونات طبيعية موجودة عندنا في كل بيت. حبة ملح وعصرتين ليمون، وظبطنا الدنيا بأحلى ملح ليمون. عارفين يا جماعة الكمية دي طلعت معايا قد ايه؟ الكمية دي طلعت ربع كيلو. تخيلوا، من عصير ليمونتين وشوية ملح عملت ربع كيلو عصير ملح ليمون.
روحي بقى اسالي العطار ربع كيلو ملح الليمون بكام، وهو هيفاجئك ويقولك. يا رب بقى الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم واكون عند حسن ظنكم. وما تنسوش بقى يا جماعه اللايكات، ماشي، عايزه لايكات كتير كتير على الفيديو دوت. بصوا انا عماله اعمل فيها ازاي، وبصوا بتفرموه خالص خالص، مش عايزه فيه اي حاجه. انا جايبه لكم كل حاجه بالتفصيل، مش مخبيه عنكم اي حاجه، عشان تعرفوا ان انا بجيب لكم كل حاجه من الالف للياء. ما بفصلش الكاميرا واجيب حاجه تانية واتوهكم معايا في نص السكه. اقول لكم يا جماعه كده الوصفه بتاعتي خلصت النهارده، ويا رب يكون عند حسن ظنكم. وما تنسوش بقى اللايكات كتير كتير على الفيديو. ما تنسوش تعملوا اشتراك. ولو انت اول مرة تشوفيني، انا مطبخ هدى اكلات مصرية. اتمنى تشرفيني باشتراك، وتدعموني كده باللايكات الحلوة، وتدعموني بالتعليقات بتاعكم الظريفة. يا رب ما تحرمش منكم ابدا، ويديمكم نعمة في حياتي. بصوا بقى يا جماعة ملح الليمون بتاعي بقى عامل ازاي. ايه رأيكم بقى؟ بصوا شكله جميل ازاي. انا عمالة اوريهولكوا اهوت ناعم خالص معايا، وبقت حاجة ايه فاخر من الاخر. ايه رأيكم؟ انا على طول كده اجيب لكم الوصفات الحلوة، الوصفات السهلة البسيطة، اللي ما بتاخدش مننا وقت خالص، وبتتباع بره مبالغ وقدره. بجيب لكم انا حاجات بسيطة بمكونات بسيطة جدا جدا موجودة عندنا في كل بيت. اقول لكم ايه، اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.